يا بنات عاملين ايه؟ جايلكم بقى بفيديو اوردر جديد انما بجد تحفه. الفيديو ده ممكن يطول معانا شويه بس يعني حاولوا ان انتوا تتفرجوا عليه للاخر لان بجد الحاجات احلى من بعض. هستنى ارائكم في الكومنتات، هستنى لايكاتكم. يلا بينا نبتدي الفيديو بدل ما نرغي كتير. اول حاجه جبتها الترند يا جماعه. طبعا يعني الناس اللي متابعينا على الفيسبوك تحديدا هتبقى عارفه احنا بنتكلم على ايه. الترند بتاعنا اللي هو البندانات بتاعت الممثلين، بندانات الخطيره دي مكتوب عليها ALO. طبعا مش هتبقى مظهره لكم، بالعكس تتلبس كده بتبقى فظيعه في اللبس. طبعا مش عارفه البسها دلوقتي بس معانا منها الوان حلوه، معانا منها فوشيا جنزاري واحمر واسود وبني، معانا منها حبه حلوين. دول مطلوبين الحمد لله. كمان معانا قطعه من البيزك ده، البيزك دوت شغال معانا من الموسم اللي فات لانه مريح وطري وبياخد شكل الجسم. ده تلبيسه صغير شويه، ده بيلبس لحد 60-65 كيلو. ده عشان خاطر بس الطول، يعني هو محير اكتر وثمنه حلو قوي يا جماعه. معانا البنطلون الوايد ليج ده سمر ميلتون، حلو وخطير وبجيبين كده من هنا، بجد مريح قوي في اللبس، يعني خطير. عايزه اقول لكم برضو ان ده من ضمن الحاجات اللي شغاله معانا من السيزون اللي فات. ومعانا ايه تاني؟ ده مش تبعنا. معانا السوت الاموره دي سوت تراب بتلبس لحد حوالي 100 كيلو. انا عارفه ان احنا منزلين ان هي لحد 85 كيلو، بس انا بقول لكم بناء على المقاس اللي انا قسته. المقاس ده يلبس لحد 100 كيلو. خطيره ومريحه، راحه يعني فظيعه بجد. بنطلونها وايد ليج امور وبياخد يعني تلبيسه حلو ومريح جدا. معانا ايه تاني؟ معانا السلوبات الاموره دي، جايبين منها لونين، دي الكتان مش السي واي. برضو السلوبات دي احنا شغالين فيها من السنه اللي فاتت، تلبسها حلو مريحه جدا في اللبس زي ما انتم شايفين كده، خطيره يا جماعه. والبنطلون بتاعها بيبقى واسع، هي ستايلها اصلا اوفر سايز، يعني لو انت بنوته رفيعه 50-60 كيلو هتبقى تخفى عليكي لان هي اصلا ستايلها اكتر اوفر سايز. ومعانا اللون الكيوي الخطير ده، برضو هي نفس السلوبات بس حبيت ان انا اوريلكم اللون على الكاميرا شكله تحفه قد ايه. طبعا معانا تكرار زي المره اللي فاتت الدريس سي واي، والصدفه البحته ان هو اللون الزهري اتكرر معانا تاني. فعايزه اقول لكم ان ده من اكتر الحاجات اللي بتطلب طول الصيف، خصوصا ان الماتيريال بتاعته حلوه قوي ومريح جدا في اللبس وكل الوانه احلى من بعض. متحمسه قوي ان انا اعرض لكم كل الشغل بسرعه. ومعانا البنطلون الشارلستون ده ديربي ده ما طلعش البنطلون، ده طلع الدريس بس انا نسيته اصلا. ده دريس ديربي كده خطير في اللبس، يلبس لحوالي 85 كيلو، بياخد شكل الجسم. الماتيريال بتاعته بصوا، يعني الماتيريال بتاعته بتاخد وبتدي كده في اللبس، فحلو قوي. من الحاجات اللي هي الناعمه اللي بتبقى مريحه في اللبس. البنطلون ده جه معانا منه قطعتين، برضو من الحاجات الحلوه قوي والمريحه في اللبس. بصوا قد ايه شكله حلو بجد، خطير. ومعانا ايه تاني؟ دي القطعه التانيه بتاعته عشان بس ايه لو تفتكروا البيزك ده اتكرر معانا على مدار 3 اوردرات، يعني ده الاوردر الثالث ليه. جه منه النبيتي والاسود المره دي. النبيتي بتاعه بصوا قد ايه حلو، قد ايه التفصيله بتاعته باينه في اللون الفاتح ان هو يبان اكتر في الكاميرا، بجد فظيع. ومعانا الاسود بتاعه
بجد الاتنين احلى من بعض، والنعومة بتاعته خطيرة مغرية قوي. يعني اللي ياخد منه قطعة يرجع يطلب منه 2 3. وطبعا يعني هي الصدف ان الناس بتطلب نفس الالوان تقريبا. ده البادي اللي هو بيبقى كتفه ونازل كده سنة، اللون الزيتي برضو احنا كان معانا منه في الاوردر اللي فات، فرجع يتكرر معانا الاوردر ده. ومعانا ملك الاوردر كله اللي هو ايه، التيشيرتات القطن اللي لا غنى عنها. بصوا بقى، ده تيشيرت اسود 3 اكس، البرنت بتاعته من ورا ومن قدام ساده. طبعا كل برنت بتختلف على حسب كل واحد عايزها ازاي. دي في ايدينا ان احنا نقدر نعمل البرنت من قدام او من ورا، او من قدام وورا، وكل طبعه نفسها بيبقى لها سعر، فهي اللي بتغير من ثمن التيشيرت كله. ومعانا اللون اللافندر ده شكله حلو، البرنت بتاعته يعني لطيفه وصغنططه، ودي من البرنتات اللي هي ب100 جنيه الحاجات الصغيره. ومعانا القطعه ديت تنفع ولادي وتنفع حريمي، وشكلها بيبقى خطير في اللبس. كمان القطعه اللذيذه قوي دي، طبعا هنزل لكم يعني مقاطع ان شاء الله بالحاجات ديت اللي موجوده معانا بكل المقاسات. عايزه اقول لكم ان المقاسات معانا بتبتدي من اول لارج لحد 3 اكس لارج، بتلبس من اول 50 كيلو لحد 90 95 كيلو، ممكن 100 كيلو بالكتير، بس على حسب الطول. يعني ده كله هيفرق على حسب الطول. يعني ما ينفعش ان حد مثلا يبقى 100 كيلو وطوله 150 سم يلبس تيشرت زي ده، مش هيبقى مناسب ليه ابدا، لان اغلب التخن ساعات كتير خصوصا في البنات بيبقى من فوق، فالتيشرت كله هيبقى ضيق. ده بس نقطة حبيت انوه عليها، ان في ناس بتبقى متخيلة نفسها ان الحاجة هتيجي عليها، وللأسف لا، هو الطول بيفرق في الوزن، بيخلي الوزن نفسه بالنسبة للقطعة لا انت كده وزنك مش مظبوط، فانتوا بترجعوا تقولوا ان القطعة نفسها هي مقاسها مش مظبوط. لا خالص، القطعة بتبقى مقاسها مظبوط. الفكرة كلها ان حضرتك او حضرتك بتبقوا مش شايفين الوزن مع الطول المناسب بصراحة. بصوا حاجة كده اخر حلويات. هستنى ارائكم في الكومنتات. معانا طبعا صح لسه معانا كوتش جيم يا جماعة، من الاوردرات اللي اتطلبت معانا المرة دي برضو الكوتش الاير فورس، ده هيستمر معانا طول الصيف، انا واثقة في ده لان بيطلب معانا كتير جدا صيف وشتاء. ومعانا ايه تاني؟ معانا القطعة دي من الكوتش الرابر. بصوا بقى الحلاوة، اللي هو السنبلة المنفصل، الكعب المنفصل ده، الماتيريال بتاعته تحفة، والتقفيل ولا احلى. انا بس اي حاجة جديدة بحب ان انا اخلي الكاميرا تشوفها بوضوح، علشان خاطر ان انتوا بس تبقوا شايفين الحاجة بصورة احسن شوية. قولوا لي رايكم في الكومنتات، لايكات على قد ما تقدروا. اللي لسه منضمش لينا على الفيسبوك يا جماعة، اللينك الاكونت بسيبه في صندوق الوصف. احنا شغالين اكتر على الاكونت مش على البيج، عشان كده انا بسيب لكم لينك الاكونت. البيج بينزل عليها مقاطع نفس المقاطع اللي بتنزل هنا، فبالتالي يعني تابعونا افضل على الفيسبوك. واللي لسه ما اشتركش في قناتنا على اليوتيوب عشان يشوف الشغل على الطبيعة، يجي ينورنا بالاشتراك عشان تلحقوا تشوفوا بجد جمال الشغل بتاعنا.